بومل واحد من الناس الحقيقه الاسامي اللي الاهلي فتح معاها حديث، وكان في برضه حديث وبعض الناس قالت لك بعض الناس قالت لك لا. معانا الراجل عبر زوم شخصيا يقول لنا ايه التفاصيل. بتشرف بانضمامك لينا. Good evening, Captain. Thank you. مساء الخير. I'm very happy to be with you شكرا tonight. على الاستضافة وسعيد بوجودي معك الليلة. ألف مبروك على بقاء أم صلال في الدوري القطري. Thank you so much. It was شكرا جزيلا. تحب أقول لك باتريس ولا أمير؟ I'm very proud of the player. Would you like me to tell? You choose because you know Patrice is the name that my تختار. parents gave me at when باتريس I'm هو born. الاسم الذي أعطاه والدي لي. And Amir, وأمير I like as well. So أنا أحب you هذا decide, الاسم no أيضا. problem. أنت تقرر. لا مشكلة. ماشي يا أمير. خلينا في أمير وبعد كده نشوف هل هناك مفاوضات مع النادي الأهلي؟ We cannot say that it's any talks, of course. لا أستطيع أن أقول أن هناك محادثات. أنا بالنسبة لي أنا أتابع الأهلي وأتابع كرة القدم منذ كرة القدم المصرية منذ وقت طويل جدا، وأحب كرة القدم في مصر. وكنت حزينا عندما لم يتأهل الأهلي إلى النهائي دوري أبطال أفريقيا. لم يحدث حوار مباشر مع النادي. لا أنت تعرف أنني هنا مع أم صلال، وكان الأهم هو أنني أبقي على أم صلال في الدوري، وأنا متعاقد مع أم صلال، ولكنني كمدير فني هو حلم يتحقق إذا أتيت إلى مصر وأن أكون مديرا فنيا لنادي مثل النادي الأهلي. هل حصل حديث غير مباشر؟ لأن أنت قلت ما حصلش حديث مباشر. No, directly no. Nobody talked to me. لا، لم يتحدث معي أحد مباشرة. أعوام عديدة مضت. أنني أعوام عديدة كنت على وشك أن أكون مديرا فنيا في مصر، ليس بالضرورة مع الأهلي، ولكن في الوقت الحالي كما أقول أنا المدير الفني لأم صلال. أنهينا الدوري وبدأنا كأس الأمير منذ يومين وواجهنا الوكرة، ولنرى ما سيحدث. ولكن كما قلت حلمي هو أن أدرب في مصر وأن أكون المدير الفني للنادي الأهلي، وهذا شيء سيكون رائعا. أنا أحب كرة القدم المصرية ولدي الكثير من الاحترام لهذه الكرة، وإن شاء الله سأكون هناك يوما ما. هل حصل حديث في الماضي من أي نادي في الدوري المصري في الماضي مش دلوقتي، سواء الأهلي أو الزمالك أو أي نادي آخر؟ نعم، منذ 4 أو 5 أعوام كانت هناك فرص كثيرة متاحة، ولكن في كل مرة أكون مرتبط بمهمة ما في أحد الأندية. مرة أو مرتين مع الأهلي أو الزمالك تلقيت بعض الاتصالات، وكانت هناك أندية أخرى منذ عامين. كان الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، هناك كثير جدا. أنا أتابع الدوري المصري، ونعم بالتأكيد كل عام الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وفي كل مرة الكرة. أنا أعرف أن الكرة المصرية كبيرة بالأهلي والزمالك وبيراميدز في إفريقيا، وكان مضى وقت طويل جدا منذ أن بدأت التواصل مع كرة القدم المصرية، وكانت البداية مع المنتخب الأولمبي المصري، وكنت أتابعه بشكل كبير، ولكنني لم أوقع على أي تعاقد لأنه لم تكن اللحظات المناسبة، ولكن إن شاء الله سأتي في يوم ما. نتمنى ان شاء الله باذن الله نشوفك في مصر. نتمنى لك كل التوفيق في تجربتك في الدوري القطري. بتشرف بانضمامك لينا، اتمنى لك كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا. سؤال سريع يخص الزمالك، بسيرو مكمل ولا لا رايك؟ بسير لا، انا اعتقد انه مش هيكمل، وانه في مدرب وطني هو اللي هياخد الزمالك في الفتره وطني؟ كابتن اسلام.
طيب اولا فيما يخص عقد كولر ومحمد حمدي وزياد كمال، خلينا بسيره عشان لازم اطلع فاصل وارجع لك. انا بس احنا عندنا ازمه في الادارات القانونيه اللي بتبرم العقود. طب سريعا في الاهلي والزمالك واتحاد الكوره. ماشي. ازمه فيتوريا، ازمه زياد كمال ومحمد حمدي في الزمالك، فيتوريا في اتحاد الكوره، كولر دلوقتي في النادي الاهلي. ماشي. فانت عندك مشكله كبيره جدا في اللي بيبرم العقود من الناحيه القانونيه والبنود اللي بتبقى موجوده وقت الاتفاق. فيما يخص بيسيرو، ما اعتقدش ان اداره نادي الزمالك هتكرر نفس الازمه اللي حصلت مع جروس، وبالتالي هو عقده بينتهي بنهايه الموسم. فبالتالي لو رحل هيبقى فيه شرط جزائي، فهتبقى في مشكله في التوقيت الحالي. نهايه الموسم كان الموسم اللي جاي الراجل ده مكمل موسم؟ لا الموسم اللي جاي لا مش هيكمل. مش هيكمل؟ لا مش هيكمل الموسم اللي جاي مش هيكمل الموسم الجاي لسبب. مش هيكمل لان هو عقده مش هيكمل. عقده لازم يحقق فيه بطولات. عقده الموسم الحالي نص الموسم لكن انت بتتكلم على نهائي لغايه نهائي كاس مصر ولا الموسم اللي جاي؟ الموسم اللي جاي. لا الموسم اللي جاي هو مش موجود. مش موجود. اولا يا كابتن انت حضرتك بتتكلم على المنافسه، الزمالك عمره ما كان منافس. الزمالك منافس اعلاميا فقط على بطوله الدوري. الزمالك بالنسبه لمنافسه الدوري الزمالك منافس اعلاميا فقط. منافس في الفضائيات ووسائل الاعلام، لكن على ارض الملعب لكن على ارض الملعب مش موجود. بعد اذن حضرتك لا ما عشان ما نقولش كلام غلط. بعد اذنك معايا. اسلام اكمل بس وجهه نظري. يا استاذ علاء حضرتك الزمالك اللي كان واخد من يا اسلام دي واحده بس يا اسلام دي واحده اخر 2 دوري للاهلي. استاذ علاء بعد اذنك بعد اذنك انا هسالك وحضرتك خليك معايا. طيب بعد اذنك الرد معايا. انا بقول لحضرتك قبل انا بس رد لا يا كابتن سيف قبل مباراه يا كابتن سيف قبل مباراه القمه لو جبت حضرتك كل استوديو انا متابع حضرتك قبل مباراه القمه ما كانش حد تحفظ. نستاذن حضراتكم بس بالنظام. انا بقول لحضرتك قبل مباراه القمه الملغاه الزمالك كان بره المنافسه. استاذ علاء حضرتك دلوقتي بتقول على الموسم ده وجهه نظرك زي ما حضرتك عايز. الزمالك طول عمره لا انا بتكلم على الموسم ده على كل البطولات. يا كابتن الموسم ده حضرتك كام يا اسلام بعد اذنك؟ مش في المطلق يا اسلام بعد اذنك. انا بتكلم على منافسه الدوري. انا بقول لك كابتن سيف يعني مش عايزين اسلام احنا مش هنمشي كده عشان خاطر الرد معايا. انا بقول لك كابتن سيف انا بقول له الزمالك غير منافس على بطوله الدوري ده. الزمالك بينافس اعلاميا لان الزمالك قبل مباراه القمه الملغاه كان كل الناس بتقول الزمالك خارج المنافسه. لما الاهلي اتخصم منه 3 نقط الناس حطت الزمالك في المنافسه. لما جينا على ارض الواقع مباريات لان الزمالك ما بينافسش. طيب وجهه نظر حضرتك تحترم، بس هقول لحضرتك تعقيب صغير هنا. في عالم كره القدم طول ما النقط متاحه وطول ما النقط الباقيه اكتر من النقط اللي مسموح ياخد بيها، كل حاجه وارده في عالم كره القدم. ده الرد.